حبس واحد الدقيقه. تخيل معايا راجل لابس بينوار ديال الحمام هابط للزنقه كيهضر بوحدو، والقضاء الامريكي كامل كيسحب ليه بلي هذا غير حمق ومختل عقليا. ولكن في الحقيقه هذا هو اخطر واشرس زعيم مافيا عرفته امريكان كامل. الراجل اللي حكم نيويورك بالحديد والنار لمده 30 سنه وهو حاط ورقه ديال الحموقيه في جيبو. كيفاش البلان؟ معكم قناه بنانات وقصص، بلاصه فين كنجبدوا الاسرار الكحله والبنانات الغامضه اللي دازت في هذا العالم. كما ديما هبط دابا دير لايك واشتراك وفعل الجرس وحل ودنيك معايا مزيان، حيت واخا تكون سمعتي هاد القصه قبل، طريقه باش غنفكوها اليوم، التفاصيل الكحله اللي تخبات عليك وحده. كما كنقول لكم ديما ما تصدقش كاع داكشي اللي داير بك. باش نفهموا هاد الخيط مزيان كاملين خاصنا نرجعوا لامريكا القرن الماضي، تما فين كاين الكاش والفلوس، تما فين المافيا الايطاليه ماشي مجرد عصابه، هادو دوله وسط دوله، عندهم الجيش ديال المحامين، ناس في الكونغرس وحتى في وكالات الانباء، لدرجه ان النفوذ ديالهم وصل لقلب اوروبا. تخيلوا ان التقرير الصحفي كشفت باللي المافيا الايطاليه هي اللي ضغطت مؤخرا على حكومه جورجيا باش تطبع مع النظام الاسد في سوريا. علاش؟ باش يسهلوا تهريب المواد الممنوعه من الميناء في اوروبا من بعد ما تباع عليهم الحدود. هذا الكيان الضخم والمتشبع كان كيحكموا قانون قاصح، اللي غلط كيموت واللي غدا كتصفى ليه هو وعائلته. وسط الغابه غيبان بطل قصتنا اليوم، فينيس كيغان. فينيس تولد في حي ديال المهاجرين في نيويورك، بلاصه فين البوليس كيدخلوا غير مره في السيمانه. تما الا ما كنتيش مافيوزي رجولتك مشكوك فيها. ما تباه وهو صغير، وباش يثبت راسو دخل لعالم ملاكمه الهويه ديال خوه الكبير. دوز 25 نزال ربح منهم 21 ضربه القاضيه. كان باغي يعيش نظيف، ولكن المافيا ما كتعتقش. جاو عنده ثلاثه ديال الناس لابسين كوستيمات وخيروه يا تخدم معنا يا غتوقع شي كسيده خايبه لامك. هنا خونا غيولي يد زعيم كبير فيتشيو جونيفيز، وفي عام 1957 غيتكلف اخطر مهمه اغتيال الزعيم الاكبر فرانك كوسيو. فينيس تسناه عند سانسير، دير عليه 4 القرطاسات في الراس والكتف وهرب. ولكن هنا وقعت اكبر مفارقه في التاريخ، كاسيو ما ماتش، والجواب علاش ما ماتش غيكون صدمه، ولكن صبر معايا شويه. هبط دابا ديال التعليقات وقول لي الا كنتي بلاصه فينيس وعارف راسك تفرشتي، واش غتهرب وتخبي عائلتك ولا غتواجه الوحش وتكتب لي رايك دابا؟ المفاجاه هي ان كاسيون فاش مشى للمحكمه قال لهم ما عرفتش شكون تيرا عليا، وتنازل على الزعامه وعطاها لجينيفيز غير باش يشري حياته ويموت في فراشه. فينيس تسقل من الموت وراها بشويه جينيفيز غيدخل للسجن، وفينيس غيولي هو العقل المدبر وبيك بوست المافيا كامله عام 1963 وهو في العمر ديالو 41 سنه. وهنا غيبان الذكاء الخبيث ديالو. فينيس بدل قوانين المافيا كامله من القتل على الايطاليين، وجاب مرتزقه اسيويين يديروا خدمه كحله وبيناتهم عداوه باش ما يتقلبوش عليه. حط قانون سري وصادم، ممنوع شي حد ينطق بسميتو حقيقيه، ممنوع يتنطق الاسم فينيس نهائيا. الا بغيتي تهضر عليه كدير غير اشاره بيديك الوجه، واللي نطق سميتو كيموت في البلاصه. مافيا تحولات المليارديرات العبقار والاوتيلات والاف بي اي واقفه عزه ما عندها عليه حتى دليل. البوليس قرروا يجمعوا عليه وقبضوا عليه بتهمه الابتزاز، ولكن صدمه فينيس فاش دخل التحقيق بدا كيريس كيهضر هضره ما مفهوماش وكيتبول في حوايجه. جابوا ليه اطباء نفسيين ديال الحبس اللي ما كيعرفوهم ما كيعرفوه، وشخصو حالته فينيس كيغان مختل عقليا وغير واعي بتصرفاته. المحكمه ما لقات ما دير وخلاته يمشي. دوز 30 سنه وهو كيمشي للمستشفى ديال المجانين وكياخذ دواء. المافيا هذا كيف الساعه منتظمه في سريه تامه. ولكن في عام 1992 غيطيح واحد من المساعدين ديال الزعيم المنافس كونت غوتي. هذا المساعد سميتو سيلفاتور رافان. الاف بي اي عطاو هاد الخينا حكم مخفف مقابل الاعتراف، وخرج لايف التلفازه وفرقع الرمانه. فينيس ماشي حمق، فينيس هو اللي كيسير كاع هادشي. وهنا كتقفل الدائره اللي هضرنا عليها في الدقيقه الرابعه. الرصاصات اللي ضخم فينيس بكوستيون في الاول وما ماتش ما كانش غلطه، هذا كان اتفاق سري وقديم بيناتهم باش كوستيون يبان الضحيه ويتنازل على الحكم ديال المافيا بالسلسله بلا ما تنوض الحرب. وفينيس رجع هو البطل في الخفاء. حتى الفيلم حموقيه كان ملعوب بالذكاء مع اطباء شراهم بالفلوس المافيا باش يثبتوا الجنون الصادق قدام القضاء. من بعد هاد الاعترافات فينيس لقى راسو في حيط وتداكم ب 12 سنه ديال الحبس عام 1997. وفي الاعتراف الاخير للقارئ بابتسامه كنت كنمثل عليكم، ومات في السجن عام 2005. ولكن اللغز اللي باقي محير المخابرات اليوم، واش فينيس كان كيدير هادشي كامل بوحدو ولا كانت معاه اطراف الدوله هي اللي كانت كتعطيه السيناريوهات باش يحفظهم على التوازن الاقتصادي الخفي في امريكا؟ هاد السير غيبقى مدفون معاه،
إلا عجبكم هذا البلان المثير كنصحكم تدخلوا تشوفوا الفيديوهات اللي قبل فيه قصة أخرى غطير لكم منها. كان معكم قناة بنانات وقصص، تهلاو ونشوفكم في الفيديو الجديد.